أهلا بيكم مرة تانية في رحلة في عقولنا. معاكم في الحلقة الستة من كلامنا العقل. النهاردة هنتكلم عن حاجة يعني ممكن تكون قريبة مننا كلنا. لما دماغك ترسم دنيا مش موجودة. في جملة كده قريتها ولفتت نظري قوي بصراحة. أنا كنت فاكر الناس هتقدرني زي ما أنا بقدرهم. كنت متوقع الحياة تمشي حسب الخطة. بس الحقيقة الدنيا مش بتمشي بالرسم اللي في دماغنا. كلام يلمس قوي. النهاردة بقى هنغوص أكتر في نمط التفكير ده اللي المصادر بتقول عليه التفكير المثالي. يلا نفصصه سوا. هو فعلا نمط تفكير منتشر جدا يعني. الفكرة ببساطة زي ما بتقولي إن العقل كده بيرسم نسخة مثالية زيادة عن اللزوم للعالم. بيتخيل إن في منطق عدل مطلق كله ماشي بالمسطرة، وإن النهايات لازم تكون حلوة ومحسوبة زي الحواديت كده. المشكلة بقى زي ما فهمت من القراءات هي لحظة الخبطة دي في الواقع. لما الصورة الحلوة دي تقع، هنا بيحصل التعب النفسي. التعبير اللي جه في المصدر كان قوي. الدماغ تتبهدل نفسيا. بالظبط. النقطة المهمة هنا هي الفجوة دي، الفرق الواسع قوي بين سقف التوقعات العالي ده وبين حقيقة الدنيا اللي يعني مليانة مفاجآت وتقلبات مش دايما لطيفة. الفجوة دي هي اللي بتعمل الإحباط والضغط النفسي ده، والمصادر اللي معانا فيها أمثلة من الواقع قوي، تحسيها من الشارع المصري فعلا. فعلا الأمثلة دي أنا حسيتها قريبة قوي. زي الشاب اللي بيحب بكل طاقته ومستني نفس التقدير، وفجأة يلاقي نفسه اتساب كده يعني من غير سبب واضح. أو البنت اللي بتدي وبتخدم الكل وبتتوقع إنهم هيكونوا جنبها وقت الشدة، وتتفاجئ إن مفيش حد. مواقف بنشوفها كتير للأسف. تمام. أو زي اللي بيتعب ويكدف مشروع ويبقى متأكد يعني إن مجهوده ده لازم يجيب نتيجة مبهرة، وبعدين المشروع يفشل أو ما يجيبش همه. أو الشخص اللي بنقول عليه جدع ده بيقف جنب الكل، ويوم ما يحتاج حد أو يلاقي نفسه لوحده خالص. كلها سيناريوهات صعبة، وأساسها التوقع المثالي الزايد ده. والقراءات كمان بتوضح أعراض للنمط ده، زي إن الواحد يلاقي نفسه عمال يتصدم نفسياً ورا بعضه. توقعاته دايماً عالية ومش بتحصل. إحساس بالإحباط وممكن اكتئاب كمان لما الدنيا ما تمشيش زي الخطة. وحتى صعوبة في إنه يتقبل إن الناس عادي يعني ليهم عيوب زي ما ليهم مميزات، مش ملايكة. وهنا بقى خطورة الموضوع ده بتظهر. زي ما بتقول المصادر، الشخص بيفضل عايش جوه وهم كده، رافض يصدق الواقع. فالألم النفسي بيكبر حتى في المواقف العادية، لأنه دايما مستغرب اللي هو إزاي ده يحصل؟ مش المفروض. ممكن الموضوع يتطور إنه يلوم نفسه طول الوقت، أو الأخطر يبدأ يحس بتمرد داخلي كده على اللي بيحصل، كأنه يعني بيعترض على القدر. طيب لو الموضوع بالخطورة دي، إيه الحلول أو المخارج اللي طرحتها القراءات اللي معانا؟ اللي لفت نظري إنها بتقدم رؤية بتجمع بين الفهم النفسي وكمان بعد إيماني شوية. أهم نقطة بتظهر هي فكرة الفصل. يعني الواحد يفصل بوعي بين اللي أنا عايزه يحصل وبين اللي بيحصل فعلا. إننا نستوعب إن الحياة يعني مش مسلسل ليه سيناريو ثابت ونهاية معروفة. ده كلام مظبوط جدا، والنقطة دي بتربطنا بفهم أعمق لطبيعة الدنيا نفسها. ومن الحاجات الحلوة اللي المصادر أشارت ليها هي الاستعانة ببعض المفاهيم الإيمانية عشان نرجع التوازن. زي مثلا الإشارة للآية الكريمة لقد خلقنا الإنسان في كبد. التفسير البسيط اللي بيتقدم إن المشقة والتعب ده جزء طبيعي من التجربة الإنسانية، مش حاجة غلط. مجرد بس فهم النقطة دي بيغير كتير في استقبالنا للأحداث. يعني بدل ما الواحد يستغرب الصعوبات أو يرفضها، يبدأ يشوفها جزء متوقع من الرحلة. ده تغيير كبير في الزاوية فعلا. تماما. وفي حكمة تانية مهمة قوي مذكورة من كلام سيدنا عمر بن الخطاب: لا يجزعن أحدكم من المعروف فقد يجازى من حيث لا يحتسب. الرسالة هنا زي ما المصادر بتطرحها بتقول: قلل توقعاتك من رد فعل الناس المباشر لما تعمل خير. العوض أو الجزاء ممكن يجيلك من ربنا ومن حتت تانية خالص ما كنتش في بالك. دي نقطة عملية جدا بصراحة في التعاملات اليومية بالذات. وده يمكن يوصلنا للآية التانية اللي وردت: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، اللي بتوجهنا لفكرة التسليم، القبول بأن ممكن يكون في حكمة ورا الأحداث اللي بنكرهها أو بنشوفها شر حتى لو مش فاهمينها دلوقتي. بالظبط كده. وفي اقتراح عملي جميل قوي لقيته: بدل ما أول رد فعل جوانا على موقف صعب يكون ليه كده، نحاول نستبدلها بأكيد خير أو أكيد في حكمة.
التحول البسيط ده في الحوار الداخلي ممكن يكون بداية لراحة نفسية أكبر بكتير. يعني لو هنلخص الفكرة الأساسية من كل ده، الطموح للأفضل وإن الواحد يحلم بحاجات حلوة ده مش عيب. المشكلة لما نعيش جوه الحلم ده كأنه هو الواقع، ونبدأ نحاسب الدنيا على أساسه. الدنيا عمرها ما كانت جنة ومش مطلوب منها تكون، بس ممكن نعيشها براحة أكتر لو بطلنا نطالبها تبقى جنة. فعلا تلخيص ممتاز. وده بيطرح سؤال مهم ممكن نفكر فيه بعد ما نخلص كلامنا النهاردة. السؤال هو: إزاي نقدر نوازن بين طموحنا المشروع إننا نحسن ونسعى للأفضل، وفي نفس الوقت نفضل متصالحين مع واقع الدنيا بتقلباتها وحلوة ومرة؟ سؤال فعلا يستحق نفكر فيه، وبكده نكون خدنا لمحة أعمق عن التفكير المثالي. في الحلقة الجاية من رحلة في عقولنا هنتكلم عن نوع تاني من التفكير، نوع بيخلي الواحد يشوف كل حاجة سودة، أي موقف بسيط يتحول لكارثة في دماغه، كل كلمة تتقال تتحول، وكل نظرة تتفسر غلط. اسم الحلقة الجاية تفكير التهويل، لما دماغك تنفخ البالونة لحد ما تنفجر. استنونا.